الفيديو ده لكل الناس اللي طالعه تعمل عمره قريب وعايز يعمل عمره على خطى الرسول عليه الصلاه والسلام بجميع اركانها والسنن بالظبط زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام عملها. تعالوا معانا هناخد خطوه بخطوه في عمرتنا من اول الاحرام لحد ما نخلص الحلقه. سنمضي غدا. العمره ليها 4 اركان. الركن الاول وهو الاحرام، سواء انت جاي بري او جاي من المدينه بتعدي على الميقات، والميقات فيه بتجدد نيتك وان انت بتقول لبيك اللهم عمره عن نفسي، او لو هتعملها عن حد بتقول لبيك اللهم عمره عن كذا، لا رياء فيها ولا سمعه. اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وطبعا قبل ما انت بتلبس لبس الاحرام لازم تكون تغتسل وتتطيب وتحط اي حاجه انت عايزها، سواء كريمات، مزيل عرق، برفان، اي حاجه. المهم انك انت قبل ما تلبس الاحرام، لان مجرد ما لبست الاحرام وقلت لبيك اللهم عمره بتبقى دخلت في الاحرام. السنه الاولانيه من اول ما تحرم ان هو انت بتفضل تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. ودي سنه من السنن العظيمه جدا. اعرف انك انت وانت بتلبي بيلبي من حواليك الطير والشجر والحجر، طبعا كلهم بيسبحوا ربنا، بس انت لما بتلبي بيلبوا معاك، تبقى بتاخد اجر كمان ان هم بيلبوا وراك. اول ما بنوصل المسجد بندخل برجلنا اليمين كسنه دخول اي مسجد، وبنبدا نقول دعاء دخول المسجد: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا وافتح لي ابواب رحمتك، اعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. تعالوا معانا ندخل المسجد الحرام ونعيشكم معانا العمره لحظه بلحظه بجميع سننها وكل اركانها. سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا. الركن الثاني من اركان العمره وهو الطواف. طبعا الطواف بيكون 7 اشواط حوالين الكعبه. بيكون بدايتهم انك انت بتبتدي الشوط بيكون على شمالك الحجر الاسود. طبعا لو انت بتطوف من بعيد بتلاقي على الادوار بيبقى موجود لون اخضر. من السنه انك انت ترفع ايدك اليمين وتقول بسم الله والله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتبدا الطواف حوالين الكعبه. طبعا في سنتين للرجال. السنه الاولى وهي الانطباع، انك انت بتطلع كتفك اليمين من الاحرام. السنه الثانيه اللي هي الرمل، الهروله او الاسراع في اول 3 اشواط. ولو انت لقيت الحرم زحمه وانت لو اسرعت هتاذي غيرك ما تعملهاش وبتاخد اجرها، لانك انت كده بتدرأ مفسده فبتاخد الاجر كامل ان شاء الله. بتفضل تطوف حوالين الكعبه لحد ما توصل الركن اليماني. الركن الوحيد بيبقى لونه ذهبي من الاول لحد الاخر. من السنه انك انت بتقول هناك: ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اني اسالك العفو والعافيه. كذلك بتخلص الشوط تبتدي الشوط الثاني بنفس الكيفيه بالظبط لحد ما تخلص ال7 اشواط. وما ننساش ان الطواف كالصلاه، لازم تكون طاهر وما ينفعش تعمل اي حاجه مخالفه. يعني ما ينفعش تطلع موبايلك، لو عايز تبوظ عمرتك طلع موبايلك من جيبك، لان الطواف كالصلاه الا ان الله احل فيه الكلام. ده الركن اليماني. من السنه ان احنا ما بنوصل عنده بنقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية. لازم نعمل عمرتنا بجميع السنن عشان نخرج واخدين الأجر كامل وما نبقاش ضيعنا على نفسنا أي حاجة. الأجر مضاعف ل100,000 ضعف، فما تضيعش على نفسك حسنة واحدة لعل دي اللي تكون منجية ليك يوم القيامة. بعد ما بتخلص الطواف 7 أشواط حوالين الكعبة، من السنة إنك أنت بتصلي ركعتين يكونوا خلف مقام سيدنا إبراهيم. الركعة الأولى بتقول فيها قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. ولو جيت هنا ولقيت المكان زحمه ومش لاقي مكان خلف مقام سيدنا ابراهيم، صلي في اقرب مكان حتى لو وصلت السعي، لانك انت ما ينفعش تكون هتعمل سنه وتاذي بها غيرك. بعد ما تخلص الركعتين خلف مقام سيدنا ابراهيم اتوجه لاقرب مكان ليك واشرب ميه زمزم. وما تنساش ان زمزم لما شرب له، يعني ادعي بكل اللي في قلبك وان شاء الله ربنا يستجابه منك، لانك انت بتكون في افضل وقت في صفه العمره. زمزم يا معجزة الماء، زمزم يا هزمة جبريل. الركن الثالث من اركان العمره وهو السعي ما بين جبل الصفا والمروه. طبعا انا في بدايه كل شوط سواء من الصفا او المروه بقف ظهري للجبل متجه للقبله اللي هي الكعبه، واقول الايه القرانيه: ابدا بما بدا به الله، ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. الدعاء بقوله 3 مرات: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده.
كده الآية القرآنية بقولها مرة كده، ببقى في بداية كل شوط ظهري سواء من جبل الصفا أو المروة ظهري للجبل ومتجه للقبلة اللي هي الكعبة، وأقول الآية القرآنية إن الصفا والمروة إلى آخره مرة واحدة، والدعاء لا إله إلا الله وحده 3 مرات. السعي طبعا ما بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدايتي من جبل الصفا للمروة كده شوط، ثم بقف عند جبل المروة ظهري للجبل ومتجه للقبلة أقول الآية القرآنية مرة واحدة والدعاء 3 مرات، واتحرك من المروة للصفا، ده كده الشوط الثاني، وافضل كذلك لحد ما اخلص 7 اشواط. طبعا من السنه ان في ضوء اخضر لما بتيجي الرجاله بتسرع عنه تعمل هروله، الهروله دي اللي هي المشي السريع لكن مش بتجري، والسيدات بتمشي مشي معتدل عادي ما فيش اي مشكله. في دعاء مستحب ان هو يتقال في السعي: رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله الاعز الاكرم. طبعا من اداب الدعاء انت من اول ما بتدخل في صفه العمره مجرد ما قلت لبيك اللهم عمره، من اداب الدعاء اولا انك تحمد ربنا وتثني عليه، تشكر على جميع نعمه وان هو اصلا اختارك وجابك في المكان ده. الحاجه الثانيه انك تثني على الرسول عليه الصلاه والسلام، لان دي من اداب الدعاء. الحاجه الثالثه اوعى تدعي على حد. من اسباب استجابه الدعاء عدم الدعاء على اي شخص ايا كان، ومحدش يجي يقول انا بس حسبن ولا اقول حسبي الله ونعم الوكيل. انت دعائك اصلا بيستجاب بالنيه، يعني انت نيتك وانت جاي تدعي دعاء ونسيته، النيه هي اللي بتخلي دعائك مستجاب. فيا ريت نركز في اسباب استجابه الدعاء لانها من اهم الحاجات اللي بتخلي دعائنا مستجاب وقريب للاستجابه، وربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا استجابه الدعاء يا رب العالمين. يا روح هنا صليت وإلى الرحمات أتيت. نهايه الشوط السابع بيكون عند جبل المروه باب الخروج رقم 25، مجرد ما تخرج منه هيبقى لك الركن الرابع من اركان العمره وهو الحلق او التقصير. طبعا بالنسبه للرجاله الرسول عليه الصلاه والسلام دعا للناس اللي حلقت 3 مرات ودعا للمقصرين مره واحده، فخليك من الناس اللي تكون حلقت عشان ما تضيعش اي اجر من اجر عمرتك. بالنسبه للسيدات بتجيب شعرها بالكامل على في اتجاه واحد على كتفها، وبتاخد من الشعر كامل قد انمله الاصبع من 1 ل 2 سم، ولازم تكون من الشعر كامل. وطبعا ما حدش يخرج من الساعه يقول انا لازم احلق معاكم لحد ما تروحوا فندقكم او تروحوا السكن بتاعكم وتبقوا في الغرفه. ما ينفعش المناظر اللي بنشوفها ان يبقى السيدات واقفه بتظهر شعرها او تقلع طرحتها عشان تاثر معاكم. سماحيه لحد ما توصلوا فندقكم عادي، بس بيبقى عليكم كل محظورات الاحرام لحد ما توصلوا وتأثروا. ما تنسوش قبل اي حاجه ان نيتك هي اللي بتصلح عملك، فصفوا النيه قبل ما تيجوا العمره عشان ربنا يتقبل كل اعمالكم يا رب العالمين.